اركنوا لي بقى كل وصفات الكنافة اللي عملناها على جنب وركزوا لي مع الوصفة دي، الوصفة اللي أول ما نزلت طلعت على الترند على طول. أحلى وأطعم كنافة هتعمليها في رمضان بربع كيلو من الكنافة وبدون فرن ولا شربات. هتطلعي معاكي تحلية بالكنافة كده يا جماعة، كريمية وطعمها رهيب. 3 طبقات من السعادة والجمال واللذاذة. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه جبت معايا ربع كيلو من الكنافه. الكنافه دي جمدتها في الفريزر شويه علشان اطلعها وابدا ان انا افركها بين ايدي كده. عايزاها تكون متكسره وناعمه. لو جايباها لسه فريش قطعيها بالمقص او في الكبه، مفيش مشكله خالص. فركت ربع كيلو الكنافه لغايه ما بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نيجي دلوقتي لخطوه التحمير. عندك اختيارين، اما تعمليها في الفرن وهقولك ازاي، او في الطاسه زي ما احنا هنعمل. تعالوا الاول اقولك في الطاسه وبعدين نشرح في الفرن. جبت معايا طاسه فيها معلقتين من السمنه، يعني بصي اقل كميه سمنه كده هتستخدميها في حلويات. دوبت السمنه كويس قوي ونزلت بقى بالكنافه. تقليب مستمر في الطاسه على درجه حراره متوسطه لغايه ما تبدا تاخد معاكي اللون الاحمر. بلاش تعمليها بالزبده لان الزبده فيها سوائل كده وبتبدا ان هي تحرق معاكي الكنافه. اهم حاجه في خطوه الكنافه دي تقليب مستمر لغايه ما تاخد معاكي اللون الذهبي الاشقر الفاتح ده. تعرفي ان هي خلاص قربت تتحمر. ابدا لما تاخد اللون ده انزل عليها بمعلقتين كبار من السكر البودره. السكر هنا هيظبط اللون بتاعها قوي، وهيخليها بعد ما تبرد كده ما تقفش في بعض وتكون كمان مسكره، وهتفضل مقرمشه معاكي لغايه ما الصينيه تخلص. يوم 2 3 في التلاجة مش هيحصل لها اي حاجه. طيب لو حابه الكنافه بتاعتك تكون طريه، ضيفي لها معلقتين 3 من الشربات التقيل. يعني عندك ده وعندك ده وحسب رغبتك. طب لو حابه تعمليها في الفرن، بعد ما تكسريها كده افرديها في صاج وحطي عليها معلقتين السكر البودرة ومعلقتين السمنة ودخليها تحت الشواية. وكل شوية طلعيها، ابدأي ان انت تديلها تقليبة ودخليها تاني. هتحتاج منك بس اهم حاجة المتابعة. فانا بالنسبة لي بشوف ان الطاسة اسهل بكتير. بعد بقى ما خلصت الطاسة حطيتها في طبق تبرد عندي علشان ما تفضلش تاخد درجة حرارة الطاسة. هاتي بقى دلوقتي كوبايات، كاسات، بايركس هتشتغلي فيه اللي انت حباه. المقادير اللي احنا هنعملها تعمل معاكي بايركس عائلي، بس انا حبيت اعملها ملمومه كده في بايركس صغير. بس بنفس المقادير اعمليها في بايركس عائلي هتكون حلوه قوي مع اختلاف السمك بتاع الطبقات. جبت معايا بايركس وفردت اول طبقه من الكنافه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفردها واكبسها كده كويس قوي علشان الطبقه بتاعتها تكون متماسكه عندي. وبكده احنا خلصنا اول طبقه كنافه متحمره بالسمنه ومسكره كده ورهيبه. خليها على جنب. تعالوا نحضر تاني طبقه. معايا 4 كوبايات من الحليب، هحط عليهم 5 معالق كبار من الكاستر. طب لو حابه تعملي بالمهلبيه، حطي معاكي 4 أو 5 معالق كبار من النشا. وهحط معايا سكر. الكاستر هنا محلى فضفت حوالي 3 معالق كبار بس من السكر. هيظبط الطعم قوي مع نقطتين من الفانيليا، هو برضو فيه الفانيليا بتاعته. طيب لو عندك هتعمليها بالمهلبية، هتحطي 4 أو 5 معالق من النشا، 4 أو 5 معالق من السكر حسب الرغبة، والفانيليا قلبي بتاعتك بقى كله على البارد. بعد كده ارفعيها على النار، على نار متوسطة، تقليب مستمر لغاية ما القوام بتاع الكاستر ده يبدأ ان هو يتقل معاكي. وبنفس الطريقة بتاعة التسوية اعملي برضو معاكي المهلبية. اهم حاجة تكوني محضرة عندك القاعدة بتاعة الكنافة اول حاجة، علشان اول ما الكاستر يتقل معاكي ويغلي ويبقبق بالشكل ده على طول انزلي بيه على طبقة الكنافة، علشان لو سبتيه شوية لجو برد هيبدأ ياخد الشكل بتاع القالب او الحلة اللي هو فيها. على طول نزلت بيه بالشكل ده وحطيت الكمية بتاعة الكاستر كلها تمام جدا. خلي بقى طبقة الكاستر دي تبرد معاكي كده على الرخامة. نكون احنا حضرنا معانا الطبقة التالتة، من اسهل واطعم الطبقات اللي ممكن تعمليها. بتحول معاكي اي تحلية لحتة تانية خالص. كراميل بيتي طعمه غني بدون كريم شانتيه وبدون اي اضافات مكلفة. كوباية من السكر رفعتها معايا على النار في طاسة كده، بس أهم حاجة على نار هادية وبدون أي تقليب ولا أحط معلقة خالص فيه. خليه كده على جنب. وهو على جنب كده هاتي معاكي معلقتين كبار من النشا في كوباية من المية. كوباية المية بدرجة حرارة الغرفة، كمان كوباية المية بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها السكر. يبقى هقلب معلقتين النشا في كوباية المية، وممكن كمان تستبدلي المية بالحليب حسب رغبتك، وخليها على جنب. أول ما السكر بقى على نار هادية بدأ يدوب ويسيح معايا من النص بالشكل ده، في المرحلة دي أبدأ إن أنا أقلبه.
بلاش معلقة معدن علشان ما يتحرقش معاكي أو يسكر، خليكي كده في حاجة سيليكون، حاجة خشب، مفيش مشكلة. قلبيه بقى. خطوة الكراميل دي بصراحة بتاخد وقت شوية، يعني خلي عندك صبر كده في الطبقة دي شوية. قلبيه كده على نار هادية لغاية ما السكر كله يبدأ يدوب عندك تماما، هيتحول معاكي للون ده. انا بحب اللون ده جدا. بلاش تغمقي الكراميل عن كده علشان ما يتحرقش ولا يبقى طعمه مر. اول ما يسيح معاكي ويدي اللون الذهبي الفاتح ده، كده تمام جدا. ابدا ان انا انزل عليه بمعلقه كبيره كده من الزبده. عايزه اقول لك الزبده بقى هتديله طعم غني وهتحول الوصفه معاكي جدا. ما عندكيش زبده، معلقه كبيره حلوه كده من السمنه، بس طبعا يفضل الزبده في الحلويات. هبدا ان انا اقلبها كويس قوي لغايه ما الزبده تسيح. انزل معايا في المرحله دي بكوبايه من الميه او الحليب المتوفر عندك. انا حباها تكون اقتصاديه فاستخدمت الميه. كوبايه من الميه بنفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها السكر. اول بقى ما تضيفي الميه هتحسي ان الكراميل قفش ومسك معاكي، هتقولي باظ. ابدا، استني بس عليه شويه. مجرد ما الميه دي تبدا ان هي تغلي، الكراميل اللي اتجمع واتكتل ده هيبدا ان هو يفك معاكي مره تانية. ما تقلقيش خالص، خليكي بس زي ما انتي بتقلبي كده وعلى نار هاديه. وطبعا محضرين معانا كوبايه ميه تانية وفيها معلقتين النشا لسه ما استخدمناهاش. اول بقى ما الكراميل ده او السكر اللي اتجمع يدوب معاكي، تبداي في المرحله دي تنزلي بقى معلقتين النشا اللي دوبناهم في كوبايه الميه. يبقى بعد ما السكر ساح ضفنا معلقه زبده كبيره، كوبايه ميه، بعد كده كوبايه الميه بمعلقتين النشا تاني. وتقلبي بقى لغايه ما باي سكر تاني يبدا ان هو يدوب معاكي. وتقليب كده على نار هاديه لغايه ما الكراميل ده يبدا ان هو يتقل، فبالتالي النشا تقل القوام بتاعه يديكي صوص الكراميل اللي انت حباه. وهو كده على نار هاديه على جنب. تعالي نحضر معانا باقي الطبقه دي. انا حبيت بقى ان انا احط كده شرايح من الموز. عايزه اقول لك بيكون طعمها رهيب جدا مع الكاستر ومع صوص الكراميل. ضيفي طبعا اي فاكهه انت حباها، ممكن كمان تحطي صوص الكراميل على الكاستر ده بدون اي فاكهه، يعني حسب رغبتك. حطيت كده شرايح رفيعه من الموز وسويتها كده بشكل حلو علشان الشكل اللي هي محطوطه بيه دلوقتي هو اللي هقدم بيه التحليه. ولو حابه تعمليها في كوبايات برضو، انا عملت كوبايه كده، هتحطي طبقه كنافه طبقه كاستر، ممكن تكرري طبقه كنافه طبقه كاستر بعد كده الموز والكراميل زي ما انا عملت. حابه تعمليهم 3 طبقات، طبقه كنافه طبقه كاستر طبقه الموز والكراميل، يعني برضو الكوبايات حسب رغبتك. ولو جايلك ضيوف يفضل جدا الكوبايات افضل من البايركس او الصينيه وتقطعي منها، طبعا حسب المتوفر عندك. تقليب بقى لصوص الكراميل ده، بصوا يا جماعه لما النشا تبدا تغلي بيبدا يتقل ويدي معاكي القوام التحفه ده. وطبعا لما يبرد كمان بيديكي قوام اتقل بيكون رهيب. ده تقدري تعمليه وتشيليه في برطمان كده وتحطيه في التلاجة يكون جاهز عندك في اي وقت. بصوا كده القوام بتاعه تقل وبقى زي اللي انا محتاجاه. خلاص هبدا ان انا اطفي عليه وافضيه في حاجه كده واسيبه يهدى معايا شويه. يهدى بس 10 دقايق كده قبل ما استخدمه. على طول بقى هدى معايا شويه. طبعا طبقه الكاستر كانت بردت، فلما حاطين عليها الفاكهه مفيش حاجه هتغطس تحت ولا اي حاجه. ابدا ان انا احط بقى صوص الكراميل على الموز بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي الكوبايه اللي انا عملتها. اهم حاجه لما تحطي صوص الكراميل ان هو يغطي الموز او اي فاكهه انت مستخدماها علشان الفاكهه دي ولا تدبل ولا تسود معاكي زي ما بنعمل كده الجيلي. الموز اهو جاهز عندي. هبدا ان انا انزل عليه صوص الكراميل. والله استخدمته وهو لسه سخن جدا كده برده كان ممتاز. وفي المرحله دي اتحكمي انت بقى في السمك بتاع الطبقه دي والكميه بتاعه صوص الكراميل حسب ما انت حابه تحطي الكميه كلها تقللي زي ما انت عايزه. السكر بتاعك يكون عامل ازاي ظبطيه حسب رغبتك. ممكن بس تكتفي بطبقه رفيعه كده ان انت ضغطتي بيها الموز وهتسكر معاكي وحلوه جدا. لو بتحبي الحاجه مسكره زياده حطي طبقه سميكه كده من صوص الكراميل. طبعا بقى الطبقة دي أو التحلية دي المفروض إنها تتحط في التلاجة تبرد، لكن بصراحة من جمالها وشكل الطبقات أنا طلعت منها على طول. طبقة كنافة متماسكة مقرمشة متحمرة في السمنة مع طبقة كاستر رهيبة بطعم الفانيليا كده خطيرة مع الموز بقى وصوص الكراميل. مش قادرة أوصفلك جمال الثلاث طبقات دول عاملين إزاي. تحفة بجد، لازم تجربيها. ولما تبرد كمان هتتقطع معاكي تحفة. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.